السلام عليكم واهلا بيكم في حلقه جديده. انت في ريمونتادا 6 اشياء مضمونه جدا هتشتغلي عليهم، هتعمليهم، هتخلي اي راجل يجري وراكي مهما كان قوته، وعن تجربه وعن ضمان كمان من ناس كتيره جدا قالوا لي القصه ديت ونصحتهم عن طريق المعرفه الشخصيه. النهارده بقى جاي انصحك وجاي اقول لك على 6 حاجات لازم تركزي فيهم، لان حرفيا بيخلوا اي راجل مهما كانت قوته ينزل ويرقع تحت رجليكي. يلا بينا نبدا حلقه النهارده. وكالعاده لو كنت جديد معانا في القناه فانا برحب بيك وبقول لك اهلا بيك. انت في ريمونتادا، انت في القناه دي عشان خاطر تبقى على وضعك، كمان تعرف حاجه جديده عن نفسك، عن غيرك، عن البرج اللي انت مهتم بيه، او عن حاجتك انت الشخصيه، معرفتك انت، تعرف حاجه جديده تطور من نفسك وتبقى فوق مع الناس اللي فوق. او نقطة معانا لازم تهتم بيها ولازم تشتغلي عليها هو شكلك. مش معنى انك معاكي فلوس كتير فانك تقدري تجيبي اعلى واغلى ماركات. الولد ما بيفهمش كده، الولد دايما بيبص على الشكل، بيبص على الحاجة الخارجية، ما بيبصش على الجوهر اللي بره. ودي اول حاجة او اول كونتاكت انتوا بتلمسوا بعض فيه. شكلك متناسق ولا لا؟ ملطخة وشك بمكياج كتير ولا لا؟ لازم تكوني متناسقه وهاديه، وشكلك من بره راكب على بعضه. ما انا عارف انك معاكي فلوس انك تجيبي وتعملي وتسوي، حتى لو كنتي مهتميه بيه او انتي عايزه تتعرفي عليه. احنا بقى عايزين هو اللي يجري ورانا، يبقى لازم نرتب نفسنا. شكلنا اهم حاجه، شكلك ده مهم جدا. رتبي شكلك ورتبي وشك، لان الوش هو الاساس. انت بتشوفي الشخص من وشه، ما بتشوفوش من حاجه تانية. طبعا ما حدش يروح لبعيد، فبعد اذنك رتبي شكلك. تاني نقطه معانا ودي مهمه جدا، هدوءك. لازم دايما تحافظي على هدوءك. اكتر حاجه بتجنن الولد ان البنت تبقى هاديه، لازم تحافظي على هدوءك. طب شافك مره وانت بتتكلمي كتير وانت بتحركي كتير، المره اللي جايه تحافظي على هدوءك. ده بيديكي سحر كبير جدا، بيديكي جاذبيه عاليه جدا، كمان بيخلي عندي غموض، وهو ده المطلوب. انا عايزه يتجن، عايزه يقول ايه ده، الهدوء ده، السحر ده، ايه الطبيعه الجميله دي. دايما الولد ما بيبحث عن البنت اللي دايما بقى يلا وكلامه كنت فين ورحت فين. دايما بيجذبه قوي البنت الهاديه. هاديه بمعنى ان رقتها بتبان عليها، مش محتاجه توصف رقتها، هي رقتها باينه عليها، وكمان جواها حاجه. البنت دي مش سهله، هو دايما بيروح للي مش سهل، بيروح للصعب. فانت خليكي صعبه بتركيزك انت. النقطه اللي بعد كده وتقلك ده اهم حاجه في الحوار. دايما الولد بيبحث عن البنت الرجزه الهاديه، البنت اللي هي سهله وبتضحك وبتهزر. ده ممكن يصاحبها ولد تاني، ملناش دعوه يعني، لا قدر الله، ملناش دعوه بالحوار ده. اهم حاجه يبان عليكي انك شخصيه تقيله، ما بتصطنعيش التقل. لا انا فعلا عادي بسمع من ده وبسمع من دوت، وكمان هدوئي باين عليه، باين عليا. فانا لازم ان انا ابتدي اسمع واسمع واسمع واسمع. لازم يشوفني كده، حتى لو ما كانش بيتعامل معايا ولا كان بيتعامل معايا، لازم يبان عليا ان انا تقيله وثابته. حرفيا انت بتجننيه. ليه؟ لان بيشوفك صعبه، فبيشوف انك لا ده انت مغامره وانا لازم اخدها. وكمان سحر وجاذبيه تقلك بتوديكي في ليفل تاني وليفل مهم جدا. النقطه اللي بعد كده يمكن مستوحاه او منبعه من نقطة التقل، انك تتكلمي في حدود. يعني ايه تتكلمي في حدود؟ يعني رأي محدش طلب رأيك، ما ينفعش تنطي في الكلام علشان خاطر تعملي أراجوزة، علشان خاطر ينجذبلك. مش هينجذبلك، لا، اتكلم في حدود. انا ليا رأي يبقى اقوله. طيب انا طلب مني حاجة يبقى رد على قد. دايما الشخص دوت بالنسبة لي انا، او البنت دي بالنسبة لي، بتصير فضولي جدا، ملهاش ملكة. هو ده اللي احنا عايزينه، عايزين نعلي نفسنا، عايزين من بدايتها ما يبقاش لينا ملكة. الحاجة دي حرفيا بتجنن اي ولد، بتعفرت اي ولد. ما تتخيليش طبعا عشان انتي ما كنتيش ولد قبل كده، فانا باشا بحضر لك كل الكلام وبقوله لك. فحرفيا بتجنني جدا جدا جدا، وبتخليني ابقى مش قادر. النقطة اللي بعد كده ودي نقطة برضو مهمة جدا، لازم تبقي على طبيعتك. حرفيا دي بتخلي اي حد على وضعه. انتي طبيعية مش مصطنعة، فدايما هتلاقيني على وضع، دايما هتلاقيني ثابتة، دايما هتلاقيني بعرف
اتحكم في مشاعري. دايما هتلاقيني عقلي هو اللي شغال، والمواقف دي لازم نتحكم في مشاعرنا، لازم لغة التواصل بتاعتنا تكون قوية شوية، وده اللي يتحكم مش حاجة تاني. فبقى دايما على طبيعتي، بلاش واو يه ونو. وانا كنت في الكلية امبارح وصرفت 200,000 جنيه، انا بابايا وزير، انا مامتي كانت شغالة مع رئيس اركان مش عارفة ايه. كل الكلام ده هبل، انا مش عايز كده. انا كل اللي انا بطلبه منك انك تكوني ثابتة، تكوني على وضعك، محدش يهزك، طبيعتك دي اهم من اهم اي حاجة تاني. وحطي تحت طبيعتك دي مليون خط، دي اللي هتفرق معاك. النقطة اللي بعد كده ده هيخليكي بقى في حتة تانية، بمعنى اوضح وضح لي يا عم الريمونتادا، ده هيعلي ثقتك في نفسك. ولو ما عنديش ابتدي ان انا اشتغل على الثقة في النفس بتاعتي. مش هيغلط يعني ولا هيأذيني لما يجي يسلم عليا واروح انا جاي مسلم عليه بنفس السلام، لكن اسلم عليه واروح اعمل له كده، لا 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 لا، اسلم عليه عادي، مش هيأذيني يعني، مش هيكونني يعني، عادي. دي بتدي ثقة في نفسي. طب انا بخاف، يبقى قبل ما انا اشتغل على كده لازم اتدرب ان انا ادي لنفسي مهمات بسيطة جدا صعبة كنت بتكسف واعملها قبل ما اقابل الشخص ده، اتدرب عليها. دي هتفيدني، هتعلي الثقة في النفس بتاعتي. فعلا نقطة مهمة جدا، لو انت اشتغلت عليها هتوديكي لمرحلة تانية. الثقة في النفس من اكتر الحاجات اللي بتجذب اي راجل في الدنيا وبتخليه يتجنن، بتخليه مهووس بيكي. طبعا نقطة ممكن تشوفيها ان هي لا مش صعبة، مش متعودة، وهي بتبقى صعبة على البنات، بس في بنات كتير جدا بتجدها. حرفيا لو عملتي ال6 حاجات دول هتوصلي لمرحلة ان هو هيسأل عليكي ويتجنن عليكي ويحاول يتواصل معاكي عن طريق الشات، عن طريق صحابك، عن طريق ان هو يجيب رقمك. حاجات بتجنن الراجل حرفيا. فبتمنى ان انت تعملي حاجة من دول لو كان بيجننك. واي استفسار تحت اكتبي لي في الكومنتات او تواصلي معايا عن طريق الخاص. كل سنه حضراتكم طيبين، وان شاء الله نحاول نفرحكم دايما. دوس لايك الفيديو لو كنت لسه بتتفرج لغايه دلوقتي، واشترك في القناه. وسلام عليكم، استنوني في حلقات جديده.